السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقه جديده من برنامجكم المفضل ليتس انجلش يلا انجليزي بكل بساطه. محتوى القناه بيتكلم عن اللغه الانجليزيه بجميع مشتملاتها، قراءه، كتابه، حفظ صوتيات، استماع، ومش كده بس، لا، نصائح للتعلم ونصائح للدراسه ونصائح لممارسه اللغه الانجليزيه باحسن شكل او بافضل طريقه، وازاي تنمي مهاراتك باللغه الانجليزيه. كل ده واكتر في قناتنا ليتس انجلش. عشان كده انا بنصحكم، متابعيني بنصحكم، الدنيا كلها بتنصحك تقول لك انزل حالا اعمل سبسكرايب وادينا كومنت كده ولايك حلو. ومن غير كلام كتير يلا نخش في الفيديو على طول. في حلقة النهارده هنعمل حاجة محدش عملها في اليوتيوب ولا حد عملها في العالم كله. النهارده هنشرح لغة إنجليزية من الأفلام أو المسلسلات المصرية، يعني هتعلم لغة إنجليزية بلغة عربية. مش كده بس، لا، هشرح لك كل كلمة بيقولوها وهترجم لك كل كلمة بيقولوها، وهقول لك واطلع لك منها الفايدة، وهقول لك منها كل حاجة أنت تستفاد منها بإذن الله. عشان كده جيب ورقة وقلم، دينا عقلك وسيب لنفسك. نبدأ على طول بالفيديو. النهارده جبت لكم مقطع من مسلسل جعفر العمدة بتاع رمضان، مشهور وحلو جدا وفي مشاهد مفيده، وحاولت بقدر الامكان ان اجيب مشهد اطلع منه معلومات بقدر الكفايه ان انتوا تستفادوا منها. المشهد هيكون عباره عن جعفر والانسه عايده بيتعرفوا على بعض في مطعم تعارف، يعني جبت لكم انا المشهد ده واحاول نشرحه تتعلموا منه ازاي مثلا اذا كان اتنين اجانب او اتنين مصريين بيتعرفوا على بعض، ونحاول نشرح ونبسط كل حاجه. مشهد حلو ومشهد تمثيلي تعارفي جميل وان شاء الله تستفادوا منه. تعالوا نخش على طول في الفيديو ونشوف بيقولوا ايه. الترابيزه محجوزه هنا. هنا اول ما دخلت الانسه عايده قعدت على الكرسي، هنا الاستاذ جعفر العمده رد عليها وقال لها لو سمحتي الترابيزه محجوزه. لو جينا ترجمنا للجمله دي هتلاقي اول حاجه هنا لو سمحتي، هنا بيطلب منها او بيستاذنها في حاجه. لو جينا ترجمناها هتلاقيها بتقول excuse me لو سمحتي او من فضلك. يبقى انت لو حابب تطلب من اي حد او عاوز تستاذن من اي شخص تبدا كلامك ب excuse me من فضلك. كمل كلامه وقال the table is reserved الترابيزه او الطاوله محجوزه. هنا خدنا is بعد table عشان table هنا مفرد، وريسيرفد هنا بمعنى محجوزه. انت حجزت حاجه مطعم او حجزت في مكان او حجزت مثلا ترابيزه او حجزت مثلا مقعد في عربيه او هكذا، بتقول الحاجه دي محجوزه او the table is reserved العربيه او الطاوله ديت محجوزه، يعني بتاعتي خاصه بيا اني. وريسيرفد هنا مش في الماضي ولا حاجه، الكلام في زمن المضارع بس. ريسيرفد هنا باضافه اي دي. حد يسال نفسه يقول هنا مضاف لها اي دي يعني الكلام ده في الماضي؟ لا، الكلام ده في المضارع، ولكن ريسيرفد هنا بيضاف لها اي دي عادي. كده هي دي كلمتها او هي دي معناها الصحيح. هو مش حضرتك الاستاذ جعفر العمده؟ عايده ردت عليه وقالت له مش انت حضرتك الاستاذ جعفر العمده؟ هنا سالته من غير اداه استفهام. هنا قالت له مش حضرتك، عندنا دي مش حضرتك دي يعني زي ايه مثلا؟ هو انت حضرتك الاستاذ جعفر العمده؟ زي بالامريكان مثلا بيقولوا هو انت مثلا كذا كذا. لا، هي سالته على طول وقالت له من غير اداه استفهام، ما قالتلوش هل انت جعفر العمده، لا، قالت له هو مش حضرتك الاستاذ جعفر العمده؟ مش حضرتك جعفر العمده. عشان كده لو جينا ترجمناها هنتلاقي هنا من غير اداه استفهام. السؤال هيكون من غير اداه استفهام. هتقول له ار يو جعفر العمده؟ هل انت جعفر العمده؟ اداتنا الفعل المساعد ار وحلينا بمكان الايه الاداه الاستفهام وقلنا ار يو هل انت جعفر العمده؟ فقام قايل لها ايوه، هنا بمعنى مي. او ممكن عادي جدا ما تردش وتقول وتهز راسك مثلا، هتفهمها برضو، تقول مي انا. فقامت ترد عليه وقالت له I am عايده، انا عايده. انا عايده. ممكن برضو تزود كلام وتقول nice to meet you انا مسرور جدا ان انت قاعده معايا او مسرور بلقائك. كان في ناس قالوا لي ان حضرتك بتسلف فلوس، صح؟ فقامت رد عليه وقالت له ناس قالوا لي او عرفوني ان انت بتسلف الناس فلوس. there is people there is people لو انت خطفتها مره واحده تقول there is people في ناس، هناك ناس اخبروني told me. في ناس تقول طب ليه ما قالتش tell me؟ هنا بتقول هي بتتكلم في او زمن الجمله في زمن الماضي. في ناس اخبروني قالوا لي عرفوني، يبقى told me قالوا لي that you borrow money ان انت بتسلف فلوس. يبقى بتسلف او بتدي لحد فلوس بتسلفه فلوس بمعنى برو، مش برو اللي هي صديقي، دي برو دي معنى برو، دي بمعنى صاحبي او اخويا، ودي بمعنى يسلف ماني فلوس. هل هذا صحيح؟ هو الكلام ده صح؟ بدل ما تقول هل هذا صحيح فانت ممكن تترجمها بكل بساطه بكل ده رايت بمعنى كلامك او بمعنى الكلمه اللي خرجت من بقك اذا كان هيفهمها هي سؤال ولا اجابه. فانت هي هتقول رايت هل هذا صحيح؟ احب اساعد الناس عشان ربنا يساعدني ويقف جنبي. فقام رد على قال لها I love to help people انا بحب اساعد الناس
because عشان my God help me ربنا my God معنى إلهي أو ربنا help me يساعدني. because حاجة كان متعرفة عشان لو انت بتتعلم مثلا في النص ولا كده إجابة على السؤال لما يكون مبتدئ بأداة استفهام why بمعنى لماذا فترد عليه because في أول الإجابة. فوائد حنينة حنا من البنوك. واكمل كلامه بقول لها فوائد حنينه او فوائد قليله يعني بمعنى اصح بقول لها my interest is a few فوائدي قليله. هنا a few بمعنى قليل ولكن يكفي يعني فوائد ديت قليله ولكن بتكفي الكل وبتمشي حالها والدنيا حلوه. my فوائدي بمعنى interest بمعنى فوائدي. كمل كلامه قال اقل من البنوك less than the banks. كمل كلامه بصفة مقارنة بين حاجة وحاجة مش بين أكتر من حاجة لا بين هو وبين البنك فقال فوائدي أقل less than هنا صفة مقارنة بين حاجة وحاجة فاحنا خدنا هنا than. انا بابي عاصم جلال فودة. وبعد كده كلمت كلامها وعرفته بابوها وقالت له my dad is عاصم فودة أبويا عاصم فودة فرد عليه وقال لها عاصم جلال فولة ده مذيع. فولة باللغة الإنجليزية بمعنى بين PEAM بين بمعنى فولة. فقام رد عليه وقال لها هو ده مذيع هو ده مذيع this is an announcer هل ده مذيع. هنا خدنا ان مكان كلمة مذيع ليه؟ لأن كلمة مذيع ليه announcer بادئة بصوت الآ وان بادئة برضه بصوت الآ. ففي اللغة الإنجليزية أو في علم الصوتية بتاع اللغة الإنجليزية ما ينفعش نجيب ورا بعض صوتين أو كلمتين بصوت واحد فعشان هنا كسرناها بالحرف ان فقلنا ان انانسر ما ينفعش نقول انانسر ما ينفعش نجيب فجبنا ان عشان الصوتين ما يتلبسوش ببعض. هل ده مذيع؟ لا مش فولة فودة. شغال ايه يا ابوكي؟ ده رجل اعمال. كمل كلامه وقال لها هو بيشتغل ايه؟ is it working هل هو يعمل هو بيشتغل ولا بيعمل ايه ده؟ فما ردت عليه وقالت له ده business man this is a businessman. هنا نربط كلامنا برضو خدنا هنا A قبل businessman ليه؟ لأن businessman هنا البي صوتها P وإنما الA صوت مختلف خالص الكلمتين أو الحرف والكلمة دول صوتين مختلفين تمام. ماله خير فيه ايه؟ فكمل كلامه وقال له ماله ده خير نخش في الموضوع على طول عاوزة إيه؟ نخش في الموضوع على طول. دي جملة عامية ممكن نقول جملة عامية وجملة مشهورة جدا وبالمرة أقولها لكم. الجملة دي get to the point خش في الموضوع على طول get to the point خش في الموضوع. Get to the point. Get to the point. Get to the point. حضرتك انا بابايا في السجن بسبب ان هو اخد قروض من البنوك وحجزوا على كل املاكه. فقامت قايله له حضرتك او بتحترمه لسه في بدايه التعارف فهي بتعزه او بتحترمه في اول الكلام تقول له your honor حضرتك. my father is in the prison ابويا في السجن. وكملي الكلام تقول because of loans بسبب القروض يبقى قرض بمعنى loans. كملي الكلام تقول حجزوا على كل املاكه املاك بمعنى او املاكه بمعنى position بمعنى كل خدوا منه كل املاكه وكل حاجته وممتلكاته. وبعد كده دخلوا في حوار وبعد كده في اخر الحوار وصلوا لموضوع اللي هو الجواز وكده فعرض عليها الجواز فقال لها نتجوز we get married احنا عشان اديك الفلوس او اخرج ابوكي فاحنا نتجوز we get married. هو قال لها على طول ما طلبش منها الجواز لا هو قال لها على طول احنا هنتجوز فطلب منها على طول من غير سؤال ولا كده قال لها we get married هنتجوز على طول. هي بترد عليها على طول قالت له ايه اداة اعتراض او بمعنى خدت صدمة فتقول what او ممكن تقول برضو what talk about it او ممكن تقول برضو what the hell انت بتتكلم عن ايه انت ازاي تقول الكلام ده ايه انت جننت انا اتجوزك انت. كملي كلامك وتقول له are you crazy انت مجنون هل انت مجنون who are you انت مين اتجوز مين. فقام رد عليه وقال لها انا اللي هطلع ابوك انا الراجل اللي هطلع ابوك. انت جاي تستلف منه عشان تطلع ابوك من السجن انت بتقولي قال لها انت محتاجاني you need me بمعنى قصد الكلمتين اللي قالهم دول كلهم هو خلاصتها انت من الاخر انت محتاجاني. فقال لها you need me من الاخر يعني هيدا فستانك حلو. هي قامت قايمه وماشيه فقام عليها هيدا فستانك حلو دي عكس عندنا بالمصري فانا ما لقيتلهاش ترجمه يعني فقلت برضك عشان ما نضيعهاش فقلت اترجمها لكم ترجمه حرفيه هيدا your dress is sweet فستانك حلو. بس كده يا رب تكونوا استفدتوا كده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وفولو الصفحه دي.
سلام.